انا جايه صدفه وبحسب الندوه لغزه وفلسطين. صدفه. والله كنت محضره كلام لفلسطين. بس انا بشكر حضرتك جدا وبستمتع بندوات سيادتك وبشكر كل الحضور. واسمحوا لي اقول لكم الاول حاجه عن شهداء العريش. ام بتقول لابنها: صحيت على صوتك يا ضي عيني وانت بتحضر شنطتك ورايح وحدتك على العريش. ما كنتش اعرف يا ابن عمري انها اخر مرة هشوفك وازاي بعدك هعيش. قلت لي ياما هاتيلي الافرول بتاعي والكاب وحطي معاهم العلم ما تنسيش، وبوسي اخواتي وابويا وكل حبايبي واصحابي اوعي عليهم ما تسلميش. كان نفسي اقعد معاكي شوية بس خايف اعطلك عن صلاة الفجر وما تصليش. صلي وادعي لي يما وافرحي اني رايح الجيش. دي العسكرية شرف وفخر لكل وطني ما ينحنيش. مصر بتنده علينا يما وازاي تنده ومن لب. مصر مش مجرد وطن عايش فينا، ده احنا كمان فيه بنعيش. ولو ما رجعتش يا غالية خليكي قوية وما تحزنيش. هو انا احسن من اللي راحوا في رفح والشيخ زويد؟ ده انا عندي احساس يما اني هبقى من شهداء العريش. حاجة بقى الأكتوبر، بقول يوم 6 أكتوبر يا ولاد هل النصر وجه بميعاد. رمز العروبة فخر البلاد يوم إيه؟ يوم 6 أكتوبر يا ولاد. يوم 6 أكتوبر عارفينه تكفوا قرصنا سنين شايلينه. جيشنا المصري أسد في عرينه قوة عزة تاريخ أمجاد. يوم إيه؟ يوم 6 أكتوبر يا ولاد. يوم 6 أكتوبر عبرنا جيشنا المصري رد اعتبارنا. عدى النهار وظهر قمرنا والشمس طلعت من غير ميعاد. يوم ايه؟ يوم 6 أكتوبر يا ولاد. وبسم الله قلنا وعدينا وحلفنا لا ترجع أراضينا وعلمنا رفرف على سينا. يوم العزة يوم الجهاد يوم 6 أكتوبر يا ولاد. من 6 أكتوبر نتعلم يوم العبور ضربة معلم. شهد العالم لينا واتكلم جند مصر خير الأجناد. يوم 6 أكتوبر يا ولاد. مصر بلدنا بلد قيادات وإيدين تحقق الإنجازات. نوصل ماضي بحاضر يحكي عن عروبة ليها امتداد. يوم 6 أكتوبر يا ولاد. يوم ايه؟ يوم 6 أكتوبر يا ولاد. واسمحوا لي بقى اقول حاجة لمصر. كل سنة يا مصر وانت بخير وسلامة، وسنة بتعدي بكل ما فيها مع ألف سلامة. وبندعي يديم ليكي العزة والأيامة وتفضلي قلب الأمة العربية وليكي مكانة. وجيشك وشرطتك وشعبك متجمعين ليوم القيامة. ونقول لك يا ريس الله يعينك على شيل الأمانة وتعدي بالسفينة البر الأمان. ودي أكبر علامة لكل الحاقدين على مصر وفي عيونهم ملامة. نقول لهم موتوا بغيظكم، مصر هتفضل بلد الأمن وبلد الزعامة. شكرا. شكرا يا فاطمة.